بس أنا فاكرة إن الأسبوع التالت ليّا في الكلية أسامينا نزلت في جدول كده في مادة الmedicinal plants اللي هو هنعمل presentation وكل مجموعة كده هتختار موضوع نتكلم عنه ونبات نتكلم عنه، فبابُص النبات اللي جالنا اسمه الكنابس، الكنابس ده يا جدعان رُحنا عملنا search عنه لقينا الكنابس ده الحشيش. فأنا بقى استغربت، إحنا من أول أسبوع كده وأنتم بتعرّفونا المواد والدكاترة داخلين لسه يمهّدوا لنا المواضيع، في الmedicinal plants دي أول حاجة الدكتورة جابت لنا سيرتها هي نبات الكنابس ونبات الكوكا، الكوكا ده اللي هو الكوكايين. فأنتم بتمهّدوا لنا لإيه؟ هو أنتم كلية إيه بالضبط فهّموني؟ بس أنا طبعًا يعني ده كان جهل منّي، ده علم كامل، وإحنا بنستخدم الحاجات دي كلّها لأجل مرضى السرطان عمومًا. حتى أنا ساعتها لمّا جيت عملت presentation وعملت search عن الموضوع، وشُفت الmedicinal uses بتاعة الكنابس والمادة الفعّالة بتاعته هُم بيستخدموها في إيه عمومًا، هي مرضى الكانسر هم اللي بيستفادوا من الموضوع ده، إن هم بيبقوا دايمًا الchemotherapy اللي بياخدوه بيخلّيهم عايزين يرجّعوا، بيخلّي مزاجهم زي الزفت، بيخلّيهم يعني على شِبه الانتحار بسبب الكيماوي اللي هم بياخدوها دي. حاجة زي كده موجود ربنا خالقها في نباتات حوالينا، بس طبعًا هي بتُستخدم بحكمة وتبع ناس متخصصة إن هم بيوزّعوها على المستشفيات، ولو اتوفّرت للجميع هيتم استخدامها غلط. غير إن أنا لمّا خدت الكوكا كان أقصى أمنية لينا عمومًا إن إحنا ما نتسألش فيها في الشفوي، مش عشان مثلًا حاجة لا سمح الله، لأ، علشان إن إحنا ننطقها ده يعني كان اسمها اللاتيني بجد خنيق، كان اسمها أريثروكسيليسيae يعني ما تقوليش انطقيها تاني عشان أنا أصلًا ما عرفتش أنطقه قدّام الدكتور وكان ساعتها شكلي